السلام عليكم ورحمه الله. غادي نحضر هاد التجنيوحات ديال الدجاج، كيجيو مغمرين وكيجيو رائعين. نتوما القياس كيبقى على حساب افراد العائله، وبهذه الطريقه هذه كيجيو بنانين. هنا عندي الابزار، السكينجبير، الخرقوم، القزبر يابس. غادي ندير واحد نص معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج. ما غاديش نكثر لحقاش الدجاج كيكون مغسول بالملحه. وغادي ندير الحامض المصير، داكشي علاش درت غير شويه الملح. غادي ندير القزبر اللي مقطع، واحد جوج فصوص ديال الثوم. غادي ندير الحامض المصير. هنايا غادي نزيد واحد البصله اللي تكون كبيره، شلطتها. غادي ندير زيت الزيتون. هنا خديت زعفران الشعره درتو في الماء. صافي دابا غادي نديها فوق النار. وهذا الكاس اللي درت ديال الماء اللي فيه الزعفران هو فاش غادي يطيبوا هاد الجنيوحات. وهاد البصله غتطلق الماء ديالها وصافي. هنا كما شفتوا معايا الجنيوحات راه طابوا. هانتوما ما تخليوش حتى يوليو يتفرتوا. غادي نحيدهم. هانتوما الماء راه غير داك الكاس اللي درت فيه الزعفران هو اللي باش رويت صافي، هو فاش طابوا هاد الجنيوحات هادو. راكم عارفين الجناوح بالزربه كيطيبوا ما كيشدوش الوقت. كما شفتوا هاد البسله راه وقفات، هانتوما تغمرات. غادي نزيد الزيتون اللي بالعطر. غادي ندهنهم بشويه الزبده هكا اللي ذوبتها صافي. وغادي ندخلهم للفران باش يتحمروا هاد الشنيوحات. بعد ما طابوا الجنيوحات يعني تحمروا في الفران كما شفتوا معايا راني دهنتهم بالزبده. هنايا درت التغميره. هنايا هانتوما كيجيو هاد الجنيوحات بهاد التغميره رائعين. وكان هذا هو الطبق ديالنا. ممكن ترافقوها مع الفريت. انايا درت معها الخضره مفوره وصطيتها بالزبده والثومه والربيع، كتجي رائعه. ايوا كان هذا هو خوتي طبق. تبقاو على خير حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.